ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده هنعمل فيديو جديد مع بعض. هنعمل كفته. عندنا لحمه وعندنا صدر فرخه. كفته لحمه لا طبعا، كفته فراخ لا. هنعمل ميكس مع بعض، ميكس كفته لحمه مع كفته فراخ. ازاي؟ هنوريكم مع بعض. وعندنا رز النهارده هنعمله بطريقه رز بسمتي، بس هو مصري، بس احنا مش بنحب البسمتي فهنعمل المصري اللي هو رز اصفر. انا هعمل لكم الكفته اللي هي الميكس الفراخ مع اللحمه بطريقتين. اول طريقه اللي هي طبعا شوي على الجريلا بالسياخ، وهعمل لكم الطريقه الثانيه اللي هي تحت الرز بالظبط. ازاي؟ هوريكم كل حاجه واحده واحده كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه في الاول. بصوا يا حبايبي، احنا هنسلق الخضار الاول دلوقتي انتوا طبعا عايزين تعرفوا الفلفل ده انا هعمل بيه ايه. انا هقول لكم دلوقتي ايه انا هعمل بالفلفل ده ايه. البقدونس دوت انا مش هاخد كل الحزمه ديت، انا هاخد كده بس. دول بس هحطهم هنا كده ايه في الطبق. هسيبهم شويه في الميه بقى عشان لو فيهم رمله او اي حاجه تبقى ايه تنزل كده في الميه من تحت. هكمل بقى تقشير البصل ونرجع مع بعض تاني. صدر الفرخه اهو هشطفه حلو قوي الاول، وبعدين احطه في ميه واحط عليه عصره ليمونه، بسيبه في الميه شويه برده كده. بصوا يا حبايبي، احنا غسلنا الخضار اهو، البصل والفلفل، وحطينا صدر الفرخه في الميه وليمون، وحطيت برضو على ديت ليمون ونشلته اهو. بصوا هنعمل ايه دلوقتي. هنقطع البصل ده عشان هنفرمه في الكبه. اول حاجه هنعمل البصل نفرمه في الكبه. دلوقتي هنفرم ايه الفلفل ده مع البصل، وكان المفروض يبقى فيه توم بس انا ما عنديش للاسف توم، عندي توم ايه اللي هو مفرزاه. هفرمه ونرجع مع بعض تاني. انا خلصت اهو فرم البصل مع الفلفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحطوه على اللحمه من غير ما نعصره ولا نطلع ميته ولا اي حاجه اهو كده، لان احنا هنعمل صدر الفرخه معاه هتشرب اي ميه في البصل او في اللحمه، عشان انتوا بتشتكوا ان الكفته ما بتمسكش وكده وبتفك. لا، انا هقول لكم ازاي ما تفكش اهو. بصوا انا صفيت الفرخه من الليمون والميه. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم ننشفها حلو قوي، لازم تتنشف قبل ما تتفرم في الكبه. ننشفها بعد كده بقى ايه نقطعها ونفرمها مكان البصل والفلفل.
لازم تتفرم تتنعم حلو، صدر الفرخه يتنعم حلو. يا حبايبي انا فرمت صدر الفرخه اهي اهي. هنحطها فين دلوقتي؟ هنحطها على الايه، على اللحمه، وهنحطها على البصل. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنفرم الدهنه. بص يا حبايبي فرمنا برضو الدهنه اهو، هنحطها برضو ايه على الخلطه كلها اهي، كله على بعضه كده اهي المنظر ده. بص يا حبايبي احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفرم البقدونس. انا بص نص البقدونس ديت انا هاخدها عشان هحطها على الكفته لما تستوى، والنص التاني هحطها هخلط بيها على الخلطه. يعني كل العروق دي اهي كده اهو هشيلها كده من اول بقى. هنا ديت هعملها ايه؟ هخلطها على الكفته والبصل والصدر الفرخه. حبايبي انا خلاص اهو دلوقتي هحطهم. بص يا حبايبي دلوقتي احنا ايه؟ هنحط معلقه توم كده. بعد كده بقى هنبهر الكفتتين، لان دي كفتتين لحمه وفراخ، فلازم لها بهار ايه شويه زياده يعني. هنحط حبه فلفل اسمر كده، هنحط شويه كمون، شويه كزبره، هنحط معلقه كركم عشان اللون. بصوا يا حبايبي دي بهارات، جميع انواع البهارات في بعض اهي. بصوا نحط منها حبه كده عشان الطعم، وهحط حبه جوز الطيب سنه كده صغننه. وسنه قرفه، الكفته بتحب القرفه. طبعا ملح، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنخلط كل ده مع بعض. اللحمه مع الفراخ مع الدهنه مع البقدونس مع البصل والفلفل والبهارات. لازم كله كده ايه يتشبع من بعض.
بعد كده بقى تقعد في التلاجة حبه حلوين كده، يعني ممكن ساعه، ساعه ونص، على قد ما تقدري تحطيها في التلاجة تتحط. عقبال ما هي تتحط في التلاجة نكون احنا بقى ايه جهزنا حاجات الرز، عشان وانت بتصبعيها مثلا في السياخ او لو انت هتعمليها كده تكون ايه جامده شويه. بص هي كده حتى عامله ازاي. دي دهنه ديت اللي هي البيضه دي دهنه. بصوا حتى عامله ازاي. بصوا اهي لسه ما اتحطتش في التلاجة ولا اي حاجه. بصوا عامله ازاي. كل ما تدعكي فيها اكتر كل ما تنعم وتبقى كويسه، تديكي نتيجه افضل. طبعا انت هتظبطي ملحك وتظبطي حاجتك كده. هنحطها بقى في التلاجة، بعد كده نرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي احنا هنعمل ايه دلوقتي. الصوص اللي هو هيتحط على العيش اهو، هنحط زيت زيتون، هنحط معلقه توم كده، بصوا بقى الصوص دوت بقى اللي بيتحط على العيش بيبقى اللي هو الشطه دي الخشنه اهي اهي. حط شويه شطه خشنه كده، والهريسه بتاعتها برضو بتتحط. بس انا بقى ايه ما عنديش الهريسه، فهحط بقى ايه دوت بيتجاب كده في مع اكل جاهز صوص برضو هريسه شطه برضو اهي متبله وجاهزه اهي. هنحطها مع الثوم مع زيت الزيتون. ده هيتحط على العيش اللي هو دوت، بيتدهن بالعيش وبيتحط عليه الكفته. لو عايزه ملح ولا حاجه بقى نحط لها شويه فلفل اسمر وخلاص على كده. بصوا يا حبايبي احنا دلوقتي هنعمل ايه. هنعمل الرز دوت انا هعمله لوحده نص سوا. الاول هنحط شويه زيت زيتون، هي الحله سخنه طبعا اهي، وهنحط البهارات دي كلها لان الرز اللي هو الاصفر المبهر ده بيعوز بهارات كتيره قوي. ليمون وقرفه وحبهان وكمون وكزبره وكركم، فلفل اسمر، قرنفل، حبه هنا اهي المستكه دي، ودي حبه هنا اهو. كل ده هيتحط ايه كده كده مره واحده. ياخد تقليبه كده اهو شويه كده. بعد كده نحط الرز، هنقلب شويه في البهارات. بعد كده نحط عليه ايه ميه سخنه. بصوا جماله بقى ولونه. واي بهارات هنلاقيها في الرز هتتشيل طبعا ساعه الاكل. طبعا ملح، انا حطيت ملح صح، نحط ملح. نتشرب من البهارات وبعد كده نحط ايه الميه السخنه. ده هيسوى نص التسويه، لان بعد كده احنا هنحطوه لما نيجي نعمل الكفته
انا هحطه فوق الكفته ازاي، هوريكم كل حاجه. بس هرجع احط الميه. استوي نص سوا بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا حبايبي انا طلعتها من التلاجة، بصوا عملت ازاي، جامده ازاي اهي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوي على الجريلا اللي هي ايه الكفته بتاعت الرز. هنحط هنا شويه زيت زيتون كده. بصوا يا حبايبي هناخد كده بصوا جامده ازاي، عامله ازاي. هات السكينه يا ستي. بصوا ممكن تتعمل بقى كده ونحطها ايه على الجريلا على طول كده. وهوريكم طريقه تانية. بصوا الطريقه التانية بقى يا حبايبي. ممكن نغسلها بقى كده ونحطها ايه على الجريلا برده كده. بصوا ده شكل يا حبايبي وده شكل. بصوا يا حبايبي ما بيلزقش في الجريلا خالص. ده اللي هيتحط ايه عند الرز. هخلص بقى وايه نرجع مع بعض تاني. بصوا يا حبايبي انا عايزه اقول لكم ايه، بصوا السكينه المشرشره دي ممكن تعملي عليها الكفته وما تنزلش خالص. بصوا اهو، بصوا بصوا عامله ازاي، احلى من اهو. بصوا بقى، بصوا جنب، بصوا بصوا عامل ازاي، مش طويله اهي. بصوا بيتقلب بكل سهوله اهو، ولا اتكتت ولا اي حاجه. ليه؟ عشان اللحمه مع الفراخ عملت كده اهو. بصوا المنظر. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا الكفته ما اتحطتش ولا اي حاجه اهو. بصوا المنظر. الكفته دي اللي احنا هنحطها ايه تحت الرز البسمتي.
السكينه ديت حلوه قوي المشرشره لما تعملي بيها الكفته، حلوه قوي. انا خلصت اهو الكفته اللي هي بتاعت الرز اهيت، اللي هحطها تحت الرز الاصفر. بصوا المنظر ده، بصوا عامله ازاي، شايفين؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ اهي انا جبت الحله اهي، هنحط فيها شويه زيت زيتون بس صغننين، او اي زيت او اي سمنه براحتك زي ما انت عايزه اهو كده. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الكفته كده، تعالى هنا كده. باي شكل انت عايزه تحطيه كده. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنروح حاطين ايه؟ الرز اللي هو نص سوا اهو، بصوا هو كده نص سوا، هحطه في الحله كده بالمنظر ده كده. الرز ريحته فظيعه، البهارات بتاعته كده. يكمل تسويته بقى مع الايه، مع الكفته، وياخد من ريحه الكفته، والكفته تاخد من ريحه الرز وبهاراتها. هو مش هياخد سوا كتير لان هو ايه 3/4 ايه السوا مستوي كده. هنغطيه بقى ونوطي عليه خالص لحد ما يكمل سواه. بصوا يا حبايبي، انا هجيب الفلفل الالوان اهوت، هعمل ايه دلوقتي؟ هقطعه كده طرنشات كده، شرايط كده، هحطه ايه في جوانب الحله، بحله الرز بالطول كده. بيديها، عايزاها منظر حلو والذوق حلو. تعالوا بقى اوريكم هنحطوها ازاي. بصوا يا حبايبي، هنعمل كده البخار بقى بتاع الرز هيسوي الفلفل. كفايه كده. بصوا يا حبايبي، احنا هنعمل البصله دي كده طرنشات عشان احنا هندعكها بالزيت الزيتون والفلفل الاسمر والملح وشويه كزبره وعصره ليمون عشان هتحط على الكفته في العيش.
بابريكا صغيره كده زيت زيتون، هنحط عصره ليمونه، شويه ملح صغيرين، شويه فلفل صغيرين. اهم حاجه بقى ان انا هدعكوا كده، اهم حاجه كده، وشويه ايه خضره برضو عليهم كده. ده بقى هيتحط على الكفته وهي طالعه كده من سخنه، هندهنوه طبعا بالصوص اللي انتوا شايفينه دوت اهو، ونحطه على العيش، ونحط عليه البصل دوت، وهوريكم بقى كل حاجه بقى. دلوقتي احنا عملنا كل حاجه، المفروض ايه نشوي بقى ايه بقيه الكفته على السيخ على الجريل. بصوا يا حبايبي، احنا دلوقتي هنعمل ايه، هنصبع بقيه الكفته اللي هشويها على السيخ اهي. بصوا يا حبايبي اهو كده، هكمل بقى انا الباقي وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، هنبتدي دلوقتي نعمل ايه، هنشوي بقيه الكفته اللي هي في السياخ اهو. بصوا كده، صور بس عشان بصور لوحدي. بس بقى يتعملوا دولت، وهعمل الباقي، هما فاضلين كمان 4 تاني اهو. اهو قلبت الكفته بصوا، التانيين اهو، الاربعه اللي انا طلعتهم اهم. بصوا يا حبايبي، الرز كده خلاص اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي، هنقلبوه مع بعض. ايه رايكم؟ بصوا المنظر بقى، هوريكم الكفته بقى ايه. بصوا اهي الرز كده اخد من الرز، خد من الكفته، والكفته خدت من الرز.
بصوا بقى المنظر عامل ازاي. بصوا عايزه افتح لكم الكفته. بصوا مخرمه ازاي، الطعم بقى ما اقولكوش بقى. دلوقتي انا هوريكم برده الايه، بس في حاجه بقى تركايه كده انا هعملها، هقول لكم ايه هي. نغطي بس ده شويه كده عشان ما يبردش، وهقول لكم نعمله ايه. بصوا يا حبايبي الفحميه ديت اهي كده، هنعمل ايه بقى؟ هنحطها كده جوه هنا ونغطي تاني بالحله كده شويه كده، وتاخد ايه ريحه الفحم، وبعد كده نطلعها تاني يا حبايبي. ما حطيتش ولا اي حاجه. هنخلص بقى ونرجع تاني مع بعض. بص على حاجه، الكفته كده على النار. هنعمل ايه؟ العيش ده هنعمله كده، ناخد شويه كده من ريحه الكفته، عشان لما نيجي ندهنه بالصوص نحط عليه الكفته يبقى طعمه حلو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. اهو كده. الريحه بقى ما اقولكوش بقى. لو عايزينها مشطشطه قوي ممكن تكتروا الصوص ده، اللي مش عايز مشطشط ايه على قد كده. بصوا يا حبايبي انا رجعت بقى بقيه السياخ اللي اتعملت عشان ما تبردش كله بقى مع بعض كده دلوقتي اهو. بصوا يا حبايبي كده خلاص اهي الكفته اهي كلها، نطلعوها بقى. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا حبايبي بصوا بقى لو انتم عاوزين اللي هو من الصوص دوت ممكن تحطوا على ايه، على الرز برضو هيبقى طعمه حلو قوي اهو كده. هيعجبكم قوي الطبق ده.
بصوا يا حبايبي، ايه رايكم بقى؟ عايزه بقى اوريكم ايه، انا بقطع بقى السندوتشات. بصوا يا حبايبي، بصوا المنظر. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الاكل دوت؟ صور صوره واحده حلوه بقى.